بنرحب بكل متابعينا، فأهلا وسهلا بحضراتكم. مسرحية يوليوس قيصر هي مسرحية من مسرحيات ويليام شكسبير. بتبدأ المسرحية باحتفال الرومانيين بمهرجان الخصوبة وانتصارات قيصر العسكرية على أعدائه، لكن ده ما بيمنعش من وجود أعداء لقيصر ولطموحه اللي ملهوش حدود. كان كاسيوس واحد من ألد أعداء قيصر، فكان دايما بيشكك في قدرة وكفاءة قيصر على حكم الدولة، وحاول انه يشكك بروتس عشان يشركوا معاه في مؤامرته بالإطاحة بقيصر، لأنه كان معروف عن بروتس بأنه شخص محترم ومحبوب من الشعب الروماني، وده اللي هيسهل على كاسيوس مهمة القضاء على قيصر. لكن الصعوبة هنا انه ازاي يقدر يضم بروتس ليه ضد قيصر، خصوصا ان بروتس راجل شريف ما يعرفش الخيانة ومعروف بإخلاصه، وكانت من أهم أولوياته هي مصلحة بلاده. فقرر كاسيوس انه يكتب له عدة رسائل بخطوط مختلفة بيحذروا فيها أصحاب الرسائل من قيصر وخطر سلطاته الواسعة على روما وعلى شعبها، على أمل ان بروتس يحط مصلحة البلاد فوق مصالحه الشخصية ويقوم بالإجراءات اللي تنفع بلده وشعبها. وبالفعل اتحطت الرسائل بالليل في السر على باب منزل بروتس، ولما فتحها وقراها لقى مكتوب فيها انه لازم يطيح بقيصر وينقذ روما منه. بدأ بروتس في صراع مع نفسه، يا ترى يسمع لصوت الشعب ويحقق إرادته ويطيح بقيصر ولا لا. وبعد تفكير طويل قرر بروتس الانضمام لكاسيوس وباقي المتآمرين، خصوصا بعد ما افتكر ان أجداده أنقذوا روما في يوم من الأيام من تاركوين الدكتاتور. فاجتمع المتآمرين وقرروا اغتيال قيصر، ووافق بروتس على الاغتيال، وكان التنفيذ تاني يوم الصبح الموافق 15 مارس، وده التاريخ اللي حذر منه قيصر أحد العرافين. وبالليل وقبل ما يطلع النهار حلمت زوجة قيصر بتمثال جوزها وهو مطعوم وبتخرج منه الدماء، ولما طلع النهار طلبت منه زوجته انه ما يروحش مجلس الشيوخ النهارده. لكن دخل واحد من المتآمرين وأقنع قيصر بأن الحلم اللي شافته زوجته بيدل على شعبيته الواسعة في روما، وأن الجروح هي رمز لسلطته وسلطانه على كل الرومان. وبالفعل راح قيصر للمجلس، لكن قبل الاجتماع قام بتقديم قربان عند تمثال بومبيوس، وده كان من التقاليد اللي بتتعمل قبل أي اجتماع للمجلس. في الوقت ده حاول واحد من أعوان قيصر أنه ينبهه للمؤامرة اللي بتتعمل ضده، وحط له ورقة في إيده، لكن قيصر مهتمش. أما المتآمر بروتس فراح عشان يتكلم مع أنطونيو ويعطله عن الاجتماع عشان يبعده عن قيصر وما يكونش معاه. وفي قاعة مجلس الشيوخ اجتمع المتآمرين حوالين قيصر وطلبوا منه أن يرجع بوبوليوس سمبر من المنفى، ولما رفض قيصر طلبهم طعنوه بخناجرهم، وكانت الطعنة الأخيرة بخنجر بروتس اللي كان أحب أصدقائه ومحل ثقته والأقرب لقلبه. ومن هنا جت جملة قيصر الشهيرة: حتى أنت يا بروتس، ووقع ميت على الأرض. بعد ما عرف أنطونيو خبر قتل قيصر أخد حذره في التصرف مع المتآمرين عشان ما يتمش اغتياله زي قيصر، وبدهاء ومكر طلب منهم تأبين قيصر. وفي الجنازة بدأ بروتس بخطابه اللي كان كله صراحة، وشرح دوره في المؤامرة، وقال إن حبه وإخلاصه لروما وشعبها هو اللي خلاه ياخد موقف سلبي تجاه قيصر ويساعد في التخلص منه للمصلحة العليا لروما. فقامت الجماهير بتحيته ووافقوه على رأيه في قيصر بأنه كان طاغية ومستبد ويستحق الموت. وجه دور أنطونيو اللي بدأ الكلام مع الجماهير بذكاء وبراعة، وتمكن من السيطرة على عقولهم وقلوبهم، وقال إن قيصر بذل كل جهده عشان مصلحة شعبه وبلاده، وفكرهم بأعمال يوليوس قيصر الخيرية. بعدها قرأ لهم وصية قيصر اللي كان بيوصي فيها بترك أراضيه وأملاكه للمواطنين في روما بعد وفاته، ووراهم بعدها عباية قيصر الممزقة بطعنات المتآمرين. فغضبت الجماهير وثاروا على بروتس وأعوانه اللي اضطروا انهم ينجوا بنفسهم ويهربوا من روما. وبعد هروبهم من روما دار نقاش بين بروتس وكاسيوس
حوالين الحرب الحتمية ضد أنطونيو وأوكتافيوس، وتم تجهيز الجيش وبدأت المعركة. وبعد الهزيمة المؤكدة للمتآمرين أصبح كاسيوس مقتنع إن كل حاجة انتهت وقتل نفسه. أما بروتس فلقى نفسه بيخوض معركة يائسة، وإنه مش هيقدر على مواجهة العار والذل باعتباره أسير، لأنه وقتها هيتم ربطه بسلاسل في عجلات عربة أنطونيو اللي هتلف بيه شوارع روما. فأخذ القرار وانتحر. في النهاية قام أنطونيو بتأبين بروتس، وتم الانتقام لمقتل قيصر واستعادة النظام. الأهم من كل ده إنه تم الحفاظ على الإمبراطورية الرومانية. بكده تبقى خلصت روايتنا النهاردة، وإلى اللقاء مع رواية أخرى.